بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عارفين الضوء الأبيض ده ضوء مرئي مركب مكون من 7 ألوان. طيب ازاي أقدر أحلله؟ باستخدام المنشور الثلاثي هيديني 7 ألوان. طيب عند رأس المنشور يوجد اللون الأحمر وهو أقل تردد وطاقة، وعند قاعدة المنشور بيوجد اللون البنفسجي وهو أعلى تردد وطاقة. معنى كده إن التردد وطاقة الفوتونات بتقل كلما انتقلنا من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي. نشوف مكان الأشعة تحت حمراء، شايفين المنطقة اللي فيها؟ حد يجي يقول لي طب هي فوق اللون الأحمر المفروض نسميها أشعة فوق حمراء. المقصود بكلمة تحت حمراء مش مكانها فوق الأحمر، المقصود إن ترددها تحت تردد الأشعة الحمراء، لأن احنا قلنا أقل تردد الأشعة الحمراء. تمام. نفس الكلام نجي نقول الأشعة الفوق بنفسجية، شايفين مكانها المفروض تحت الأشعة البنفسجية، فالمفروض إن أنا حد يجي يقول لي المفروض أسميها أشعة تحت بنفسجية. طيب احنا قلنا ما بنتكلمش عن المكان، احنا بنتكلم عن التردد، واحنا قلنا أعلى التردد البنفسجي، وهي دي تحتها يبقى هي المقصود بها ترددها فوق تردد البنفسجي. يبقى عرفنا سر تسمية الأشعة تحت حمراء ليه والأشعة الفوق بنفسجية ليه. ما حدش يقول لي نعكس والمفروض يكون كذا. إن شاء الله تكون الصورة وضحت. شكرا لكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.